السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في غزة، فلسطين، جنوب لبنان، سوريا، العراق، اليمن، السودان، مصر، كل البلاد. ربنا معاهم، ربنا ينصرهم نصر عزيزا مقتدر. اللهم نصرك الذي وعدت. بشكركم حبايب قلبي، كل اخ واخت خارج مصر وداخل مصر. على راسي والله، بحبكم قوي. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، وانتوا السند والعون بعد ربنا. كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكركم. ربنا يخليكم ليا كده يا رب، وحقيقي بجد انتوا تاج على راسي. كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان خلاص يا جماعة، والله بيجري زي ما بنقول، كل يوم اليوم مش لاحق. فنغتنم الفرصة دي ونقرب من ربنا أكتر ونقرأ القرآن. حقيقي بجد والله، زي ما بقول كل فيديو أنا بنصح نفسي قبل ما بقول لحضراتكم نقرب من ربنا اكتر. بجد احنا شايفين اليوتيوب كله فضايح، مش مراعيين حتى ان احنا في شهر كريم زي ده. كل سنة وحضراتكم طيبين. حطوا لي اللايك. والنهارده هنتكلم على ام موسى، وهنتكلم عن ياسمين شاهين، هنتكلم على ام جنى. مبدئيا طلعت علينا ام موسى. احنا عارفين طبعا ان هي كانت صديقة ام ضني جدا، وصحاب. يعني مش عارفة، هي طالعة تنصح ياسمين مرات ضني. طيب انت يا ام موسى مالكيش خير في صاحبتك. حقيقي بجد انت ست مستفزه جدا. انت بتحكيها زي ما بنقول، بتحكيها في ياسمين وضني عشان انت عايزه قناتك تشاف اكتر. لكن ياسمين مش معبراكي. انت مالكيش خير في صاحبتك والانتيم بتاعتك، هيبقى ليكي خير في ياسمين. قاعده تنصحيها قوي وتقولي لها خلي بالك من بيتك وجوزك وابنك. انت مالكيش بركه الا ضني. طيب بدل ما تنصحيها وتقولي لها حماتك وواجب عليكي، ده دعوة الحما، يعني من دعوة الرب زي ما بنقول. دعوة الحما بتوصل لربنا أكتر كمان من دعوة الأم يا جماعة. يعني أنت بجد حقيقي أنت ست مستفزة. أم أوسة عاملة نفسك مصلحة اجتماعية، وبتوصي ياسمين إن هي تاخد بالها من بيتها وعيالها ولا ابنها وجوزها. وإيه يا ست اللي أنت بتعمليه ده؟ بتقولي لها مالكيش دعوه بحد، خليكي في حالك، انت كويسه قوي يا ياسمين. وربنا يعوضك. وقاعده تدعي لها بدل ما تقولي لضني امك تروح تبص على رجليها قبل ايديها. وانت يا ياسمين تكلميها كده وتقولي لها تروح تصالح حماتها. ده احنا في شهر كريم. انت يا ست انت بجد مالكيش والله، مالكيش امان. ازاي ام ضني كانت مصاحباكي الفتره دي كلها؟ كلكم غدرتوا بالست، كلكم يعني طعنتوها كده في ظهرها زي ما بنقول. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. والله انت ست مش مريحة اصلا. ليكي ربنا يا ام ضني. قلبنا معاكي، كلنا معاكي بجد. ربنا يهديك يا ضني. مش هنطلع نتكلم تاني لان انت بجد ما ينفعش ليك الواحد يدعي لك، لانك انت معرفش، يعني انت واخد بالك من حماتك قوي ومش واخد بالك من والدتك. يبقى هندعي لك ازاي؟ دعينا لك كتير لكن للاسف انت مش شايف قدامك. ربنا بجد مش هيكرمك طول ما انت مش مراضي امك. حط لنا اللايك يا جماعه. حقيقي الست ام موسى دي مستفزه جدا بجد. قعدت تقول ان انا بتصل بياسمين ما بتردش عليا، او النبي رد عليا يا ياسمين. طب انا هجيلك يا ستي على الهوا كده. طب انت عايزه تنصحيها، ابعت لها رساله حتى لو هي ما ردتش عليكي. هي واضح ان هي مش معبراكي اصلا، لان فعلا انت ست ب100 وش. فحرام عليك اللي انت عملتيه في صاحبتك وطعنتيها كده في ظهرها. جايه دلوقتي تحكيها مع ياسمين وضني؟ عيب عليكي والله. حطوا اللايك يا جماعه. نتكلم على ياسمين شاهين والقعده اللي كانت عاملاها لابو كمال اللي هو جوزها. حقيقي انا مكسوفه لك والله. المفروض ما كنتش جيت ولا قعدت القعده دي. نصبوا له محكمه يا جماعه، هي وابوها. طيب هنقول الراجل مثلا ابوها عايز يضمن حق بنته وكده. يا جماعه الفيديو ده ما كانش المفروض يتصور قدام العالم كله. شفت ابوها بيتكلم مع كمال اللي هو جوزها. ياسمين طبعا شايفينها قاعده مش طايقاه. قاعده حتى بيسالها بيقول لها فين دليده، قالت له بتفطر عند اختي. وكانت بتتكلم بالعافيه، بتبص له بنظرات ما كانتش طايقاه بمعنى اصح. طب انت خلاص مش طايقاه كده، حجتك ان انت انا موافقه ارجع له عشان العيال. يا سلام. طيب تنصبوا له المحكمه دي؟ شايفين ابوكي بصراحه ماسك الراجل سلخه. طيب
يعني كمال ده هو مش بني ادم يا جماعه، ده انتوا صعايده، والصعايده ليهم كل الاحترام. مشيتوا الراجل كده قفاه يقمر عيش، ابوكي قال له احنا عايزين حد كبير، واضح ان ابوه وامه طبعا متوفيين. قال له عايزين حد كبير عشان نحط النقط على الحروف ونشوف حق بنتنا ايه. الراجل قال له حد كبير ايه يعني، بلاش نضحك الناس علينا وبلاش الناس تعرف عننا كل حاجة. طب انت يا كمال بتقول له كده، طب هو قعدتك قدام الدنيا كلها سمعاك، يعني ما الدنيا كلها عرفت انت جاي تقول له ما يعني لو جبت لك حد كبير، قال له هات لنا بقى ابن خالك ولا ابن عمك ولا حد كبير من عيلتك. ايه يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده؟ انتوا ما بتكسفوش؟ فرجتوا علينا الدنيا والله العظيم. احنا كده مصريين، ما تحلوا الموضوع ده بره الكاميرا يا جماعه. انتوا ناصبين للراجل محكمه، فعلا محكمه والله. اللي عجبتني مامتك يا ياسمين، ان هي بعد ما خلاص الراجل مشي قفاه يقمر عيش طبعا، لان يعني ما هو مشي ما خدش عقد نافع. راحت مامتك برضو انتوا مكملين الفيديو، ما طفيتوش حتى الكاميرا واتكلمتوا بعد كده بره الكاميرا. مامتك قالت لباباكي يعني ما ينفعش كنا كلمناه كده، خلاص الراجل جه وعاوز يصطلح والكلام ده. بجد الواحد مكسوف لكم انت يا ياسمين. لا بجد انت حربايه والله العظيم، دموعك دي دموع تماسيح. انت قعدت تدمعي كده وبتبصي له من تحت لتحت. طب ما انت مالكيش مزاج للصلح؟ كنت بتروحي ليه يغديكي بره وتاكلوا كباب وكفته وحاجات مشويه، وكنت بتلعبوا العيال، وكنت مبسوطه بالمقابله بتاعته لما جاب لي ولادك الهدوم والحاجات دي. لزومه ايه تنصبوا له محكمه كده يا جماعه في بيتكم؟ هقول ايه؟ هقول والله العظيم لله الامر من قبل ومن بعد. فرجتوا علينا الدنيا، ما كانش ينفع الفيديو ده يتعمل، لكن انتوا بنطلع نقول الدولارات مالت عينيكوا، كسفتونا وعرتونا. الدولارات مش بجد. انتوا في ايه يا جماعه؟ ما تحترموا نفسكوا كده، راعوا كمان الشهر الكريم ده. يعني انت يا عم الحاج ابو ياسمين، المفروض واحد غيرك ما كنتش وافقت ياسمين على التصوير، وكنت عملت القعده دي بينكم وبين بعض بره الكاميرا خالص. ربنا يهديكم لحالكم. حطوا لنا اللايك وهنتكلم على اخر موضوع يا جماعه. ام جنى وكانت طالعه او بمعنى اصح كان عليها هجوم جامد جدا جدا على الفيسبوك، وحملة كبيرة جدا من متابعين الفيسبوك. لقينا ام جنى طبعا عايزه تعرف في ايه. قالوا لها ان ازاي ابنك تاكليه كبده وملوخيه، واحنا طلعنا برضو قلنا لها الكلام ده. ازاي تاكليه كبده وهو عنده 4 اشهر؟ هو دلوقتي تم 5 اشهر يا جماعه، وعماله تخمس في وشنا يعني. اكلته كبده وشربته ملوخيه، وكانت بتسرح له شعره بفلايه يعني العيل مخه لسه طري يا جماعه. ودي الست دي بجد هي ماشيه عكس الناس كلها. قامت عليها حمله كبيره جدا على المتابعين من المتابعين يعني بتوع الفيسبوك. شفناها بقى كانت طالعه عامله لايف وبتتكلم وبتقول اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب او بالحجاره حاجه كده. كانت طبعا لابسه الخواتم ما شاء الله، كانت لابسه محل دهب في صوابعها. الله اكبر عليكي يا ام جنى، خواتم كبيره جدا يا جماعه. كانت عامله عرض بيهم ويطلعوا بعد كده يخمسوا في وشنا ويخافوا من الحسد. طب ما تراعوا ربنا في اللي انتوا بتعملوه ده. اتكلمت برضو في اللايف عن صله الرحم. طيب عايزه اقول لك حاجه يا ام جنى، انت بتتكلمي عن صله الرحم وانت ما تعرفيش عن ابوكي حاجه، ولا تعرفي هو مكانه فين، ولا بتجيبي سيرته. طيب صله الرحم انت مقاطعه اختك ام راوده، وكمان دلوقتي ام شروق احنا شايفينها ان هي ما جاتش العزومه بتاعتك، ومقاطعه برضو ام شروق. بتظهروا حاجتكم كده على الملأ، بتظهروا عورات بيوتكم على الملأ كده، وبتخمسوا في وشنا في الاخر. طيب ما تاخدوا بالكم يا جماعه من الحاجات دي. المفروض انت بالذات يا ام جنى ما تتكلميش على صله الرحم. الناس قالوا لك بجد المفروض فين حقوق الطفل، ياخدوا الطفل ده منك. انت كده بجد مش لان فعلا حد يسرح لطفل زي ده 4 اشهر بالفلايه يا جماعه، وتقول ان انا هنزل له القشر اللي في شعره، هنزل له الامل اللي في شعره، وقاعده تاخدها بتهريج. يعني ايه يا ام جنى اللي انت بتعمليه ده؟ فين صله الرحم؟ انت المفروض اخر واحده تتكلمي على صله الرحم. انتوا كلكم
ما تعرفوش صلة الرحم. كل اخواتك اللي طالعه عامله عمره دي واللي بيعمل عمره اللي هي مراوضه، مفروض تصالح اخواتها قبل ما تمشي. ام شروق اللي قاعده في حالها ديت واهم حاجه عندها ان هي تعمل فيديوهات وتكسب من ورا الفيديوهات. ام جنى شايفه نفسها بس هي، متابعين كلهم قالوا لها اهدي يا ام جنى، كفاياكي رغي دوختينا وانت فعلا عامله بتتنططي في الشقه عندك. اهدي يا ام جنى زي ما قلنا لك، ما تتكلميش فعلا عن صله الرحم. انت كاشفه عورات بيتك، انت بتخش على بنتك الاوضه كده ومش فارق معاك ان هي بشعرها ولا مش بشعرها. قبل كده دخلتي على مازن وهو نايم وصورتيه عادي وهو نايم على السرير. انت مش عارفه بجد، ماشيه عكس الناس يا ام جنى. ربنا يهديك لحالك. انت اخر واحده تتكلمي على صله الرحم. يا ما قلتي ان انت قافله بابك على نفسك وعلى اولادك وجوزك وبس. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، احنا في شهر رمضان. ربنا يا رب كده هقول يوفقكم في حياتكم طالما انتوا شايفين حياتكم كده صح، او ربنا يهديكم لحالكم. بشكركم حبايب قلبي شكرا جزيلا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لحضراتكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.